السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حديثنا اليوم عن الهلال السوداني. الهلال السوداني والمعسكر التحضيري في السعودية استعدادا للمنافسة الأفريقية. طبعا الهلال عمل معسكر أكتر من رائع، قدر إنه يتحصل فوق على النتائج المطلوبة وعلى الأداء المطلوب، وقدر إنه المدرب يدي اللعيبة كلهم فرصتهم، المحليين واللعيبة الأجانب، وقدر انه يولف تشكيلة من الاحتياط الى التشكيلة الاساسية. اللعيبة كانوا منسجمين ومتفاهمين داخل الملعب وخارج الملعب. ده كله داير انه ينعكس على المنافسة الافريقية للهلال، لانه الهلال مقبل على مباراة مع بيترو اتلتيكو الانغولي. ده في المنافسة الافريقية، لانه حيكون الهلال في اتم الاستعداد للمباراة دي، لانها مباراة مهمة شديد للهلال. طبعا الهلال في معسكره التحضيري ده عمل 5 مباريات ودية. ال5 مباريات الودية اللي عملها دي فيها 3 فرق سعودية ومنتخب افغانستان ودي سي الامريكي، نادي امريكي اسمه دي سي. طبعا المباريات كلها الهلال قدر انه يتحصل فيها على النتيجة الكاملة والفوز، وقدر يتحصل فيها على الاداء الاكثر من رائع، اداء اكثر من متماسك، من الدفاع الى الحارس الى الهجوم الى الوسط. كل المردود والمجهود كان اكتر من رائع. ده بالنسبه للهلال. الهلال لعب المباراه الاولى مع حطين، قدر يفوز فيها 4-0. حطين طبعا نادي سعودي. المباراه الثانيه لعب مع الوحده كذلك نادي سعودي، انتهت برضه لصالح الهلال 3-1. المباراه الثالثه ده كلها مباراة ودية. المباراة الثالثة لعب ضد أبها برضه نادي سعودي، انتهت 2-0 لصالح الهلال. المباراة الرابعة لعب ضد أفغانستان، المنتخب الأفغانستاني. طبعا قدر يتغلب على المنتخب الأفغانستاني 5-1، وده أداء أكتر من رائع. المباراة الخامسة لعب ضد دي سي الأمريكي، انتهت أيضا لصالح الهلال 3-1. دي ال5 مباريات اللي عملها في المعسكر التحضيري، قدر انه يفوز فيها كلها، وقدر انه يقدم فيها اداء اكتر من ممتاز. طبعا المدرب هنا عنده الفرصة لإتاحة الفرص لجميع اللعيبة المحليين والأجانب، ودي فرصة أكتر من رائعة إنه يحضر للمنافسة الأفريقية. يقدر يولف التشكيلة، يقدر يعرف الغيارات، حتى الغيارات ذاته تكون في الوقت المناسب. مين اللي يقدر يغير النتيجة إذا كان النتيجة ما في صالح الهلال، ده من حيث التغييرات. مين اللي يقدر يلعب 90 دقيقة، مين اللي يتغير في الشوط الأول، مين اللي يخش في الشوط الثاني. دي كلها بتدي فرصة للمدرب إنه يقدر يعرف فيها لعيبته ويكتشف فيها أكتر. حتى تغيير الخانات بالنسبة للعيبة، يقدر يوظف فيها خانة من خانة، يقدر يغير خانتك من جناح يمين لجناح شمال، او من مهاجم صريح الى مهاجم مايل للطرف، او من وسط متاخر الى وسط متقدم، من ظهير الى قلب دفاع. لانه يقدر يجرب فيها كل المهارات دي، ويقدر يثبت فيها التشكيله للمنافسه الافريقيه. طبعا في المنافسه الافريقيه نحن حنقابل الهلال، طبعا حيقابل بيدرو اتلتيكو الانغولي. ده في المنافسه الافريقيه. بيدرو اتلتيكو الانغولي فريق منظم، وفريق بقدم كورة جميلة، ولكن الهلال قدره. الهلال الموسم اللي عمله ده التحضيري ده المعسكر ده لازم سمرته تكون لنا في كورة بيدرو اتلتيكو الانغولي، لانه المعسكر ده نحن ما دار انه يضيع هباء منصورة ساعد بصراحة كده. واليوم السبت طبعا الهلال عنده مباراة في ايضا كذلك في السعودية مع الرياض، نادي الرياض. طبعا المباريات السابقة كلها كان ما فيها جمهور. المباراة دي انه قالوا مسموح بها دخول الجمهور، وكمان فوق بشرة جميلة قالوا الدخول مجان. نتمنى من الجمهور، جمهور الهلال، تكون غفيرة هناك في المباراة وتساند الفريق، وإن شاء الله الفريق يقدم الأداء المطلوب ويقدر يفرح شعب الهلال، لأنه المباراة اللي فاتت كلها بدون جمهور، ودي حاجة كويسة. الهلال قدر يلعب بدون جمهور وبجمهور، دي ميزة كويسة. بالرغم انه ايوه الجمهور متشوق لشفت الهلال ولتشجيع الهلال،
ولا اللعيبة مع الهلال والتوقيع معاهم والتصوير معاهم. ده كله مطلوب في الكورة، ولكن أحيانا في الكورة أنت يعني ما بتحتاج لمواقف زي دي، لأنه لا قدر الله لو حصل أي ظرف للهلال إنه قدر يلعب بدون جمهور، يعني يكون عنده الخبرة ويكون عنده ويكون عنده التجربة. يعني هسه التجربة بتاعت الخمسة مباريات الفاتت دي، وقدر إنه يتغلب فيها على الخصوم كلها، إذا كان منتخب أفغانستان أو الأندية السعودية أو دي سي الأمريكي. ده حافز كويس شديد إن أنت بتلعب بدون جمهورك وبتلعب ما في أرضك، وبتقدم مردود وأداء أكتر من رائع، وبتقدر تتحصل على 3 نقاط بجدارة وباستحقاق وبكورة جميلة. دي حاجة كويسة شديد ومفيدة للهلال ولمحبين الهلال ولجمهور الهلال كذلك. هاي الجمهور كان مطالب انه ليه يعني احنا ما نخش وما نحضر المباراة، لكن دي حاجة كويسة في المستقبل، لانه ما معروف الكورة يعني بيحصل فيها اي شيء. نتمنى من الهلال اليوم كمان يكون في اليوم قدام الرياض، يقدم لنا مردود اكتر من رائع. نتمنى انه يجيب لنا الفوز ال3 نقاط دي، لانه عشان بتدينا دافع للمباراة بتاعت بدر اتلتيكو. لانه نحن بعد المباراة دي عندنا بعد التحضير ده عندنا الهلال حيرجع الى ليبيا، يعمل يعني ممكن يعمل له مباراة او مباراتين كذلك، وديات اعداديات برضو لانه هنا حنلعب في الاراضي الليبية. بترو اتلتيكو طبعا حنقابله في الاراضي الليبية، هناك الحمد لله عندنا جماهير غفيرة من السودانيين في ليبيا، ودي حتدي دافع وتشجيع وتكون سند الى الهلال، والهلال ان شاء الله وقدره. ده ما يخص تحضير معسكر الهلال في السعودية العربية، في المملكة السعودية العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.